جميل. انا مبسوط قوي يا جدعان. انا اقسم بالله قاعد مع توفيق الحديد. ممكن يا جدعان سقفه معلش. ايه بقى؟ ايه انت؟ ايه الدنيا؟ عامل ايه الخواتم الحلوه دي؟ ايه رايك؟ مش مصدق نفسي بجد فلوس جريت في ايدك. ده يا كابتن مارفل بجد عادي. انا كنت فاكره خاتم مروان موسى. بس كده القبله في اي بجد. انت اللي عايز تعرف. هو كابتن مارفل مسلم تقريبا. قشطه. بص انا في واحد كان بيطلع لي، انا شفته من هنا قلت لازم اكلمك تيجي تقعد معايا. يعني مش عايز اي حاجه غير انك تقعد معايا توصف لي اللي بيحصل. ما اعرفش انا ليه حسيت ان انا محتاج اكلمك انت في الموضوع، بس انا جايب لك الحسين. مدد يا علي. انا جايب لك الحسين. طب جامد. النهارده جايب لك الحسين. تقول لي قول. والله العظيم. لا اصلا من الاخر هو كاتب ان هو اونلاين كوتش امبريسنج ماسكولينيتي اند فيزيكال ويلنس، روسيا ومصر. يعني هو نص مصري نص روسي. وحياة امي ما في حاجه اسمها اكتئاب، ولا اعترف بحاجه اسمها اكتئاب، ويعترضني من يعترضني عادي. ما فيش حاجه اسمها اكتئاب على الكوكب ده يا ابني. احنا زعلانين وايه ونوحوح يا ابني. انت عبيط يا ابني، يا ابني انت مجنون. فكر فيها يا اسطى بالعقل. المكتئب ده يعني واحد مش مبسوط مش فرحان، السيروتونين عنده في مخه قل. خلاص خرج نفسك بقى من ده، اعمل حاجات تفرحك. يعني لو تخين ومكتئب، تخيل لو بقيت فورمه هتبقى بفورمه مكتئب. يعني هتبقى زعلان بس حلو. بس بعمل كده. اعيط امسح دماغك بالباي. انت عارف انا حاسه اصلا هو بيقول مفيش حاجه اسمها. هو بيزعق قوي هو مكتئب. هو مكتئب فشخ. هو سايق وهو سايق بيصور فيديو يعني داخل في عمود. دايس على 200 وسايب نفسه ماشي عكس على الدائري. مش حاجه اسمها اكتئاب. انت بتشتغل فشخ وبتعمل فلوس هتبقى مكتئب. احنا عندنا كرجاله وقت نكتئب، عندنا وقت نزعل. خلاص يا اسطى الحياه بتجري، اجري معاها بالله. اجري معاها ونط من الشباك. ده مكتئب فشخ على فكره. يعني هو بيحاول يقنع نفسه بالكلام ده. ده تحليل يعني. فاهم يعني دي المرايه. بس انا ساعات كتير قوي بكتب كده. مثلا اكتب تويت فوق او حاجه كده. هو فاهم اللي هو انت بتبقى كاتبها لنفسك. انا ببقى كاتبها لنفسي بس فاللي يشوفها يحس ان هو محتاج يفوق لدي بالظبط. بس انا بكلم نفسي الجورنال بتاع. طب ده بيكلم مين؟ هو الكلام مش حاسه واصل لي. انا ما اعرفش. انا مش قادر افهم. تعال نشوف الكومنتات. طيب هل في الناس حد وصل لها؟ موهب شادي كتب له اكيد طبعا حبيبي. قال له بس يا ابني، قال له يا رب ابقى زيك، قال له يا رب هتبقى احسن من اللي انت فيه اكيد. موهب قال له انت قدوتي في الدنيا. ما ردش بقى خلاص بقى. انا فاهم انت قصدك ايه وانك بتحاول تشجع الناس، بس لازم تاخد بالك ان فيها الناس بترد عليه بجد عامه. واحد بيقول له ده كلام شخص مكتئب فعلا. ايوه بالظبط. صوتك مستفز وكلك على بعضك. ده اني سلام ده. كلك على بعضك. كلك على بعضك. حسين بقى بيقول له ايه؟ صباع على بقك كده مبيس. والله يا ابني احسن نصيحه اقولها لك قسما بالله في شبابك، ابعد عن النسوان. مستحيل. انا ما اقدرش. الواد ده اكيد بيقول لنفسه كده برضه. ايوه بالظبط. يعني ده مكتئب وهايج. تلاقي ماسك بالتاني. سيعد يا حبيبتي. بيصور فيديو ومع نسوان كتير. سابر في بيته. والله زي ما بقول لك ابعد عن النسوان، بيصوحوا وبيضيعوا من الوقت. وقسما بالله بنسبه كبيره هتسيبك في الاخر الا من رحم الله. انا بحس ان النسوان اكتيفيتي يعني مع الشغل لازم بالظبط توفر لهم وقت في اليوم. يعني ساعتين 3 كده. 8 ساعات الشغل 4 ساعات نسوان 4 ساعات نسوان 3 سواقه على الدائري تعمل ريلز. وانت ايه 35,000 لايك. 35,000 واحد شاف ان والله النسوان لازم ابعد عن النسوان. انا حاسس نصهم شواذ مثلا. ما تدخلش في علاقه دلوقتي خالص في اول عشريناتك. كل اهتماماتك واولوياتك وشغلك ومخك يبقى لمستقبلك ونفسك انت بس. وبعد كده يا عم لو ربنا من عليك بواحده كويسه، اختار واحده كويسه تفتح بيت. بس نصيحه مني والله قسما بالله النسوان مصيبه كارثه. المشكله هو حوار كبير. صحاب انك تدخل في علاقه دي مستحيله. ما تقعش يا ابني في فخ خالص ده. اوعى. الواد ده لسه موصلها حالا. هو ساق من زايد للتجمع. يا حاسس ان النسوان فعلا حاجه بنت وسخه. ان هو متضايق فشخ ان هي نزلت. رجع يمسك الفتيس تاني. يا اسطى كلامك كله صح، بس انا بحب النسوان. فاهم عامه. انا من النسوان وبقول لك كلامه صح. دي اللي بتشجع برشلونه. دي اللي بتشجع ربنا يمن عليك بيها اللي كان بيتكلم هي دي بنت صالح سليم اللي تفتح لك بيت تفتح لكش رجليها. يبعد عنهم من سن كام لكام. لو سمحت لو في بص بقى عادي ما جابش لايكات. لو سمحت لو في واحده في حياتك ارجوك بعت لي رقم. ارجوك عرفني عليها. حاسه هنا اللي هو يا جماعه انا اسف النسوان دي حاجه حلوه فشخ. انا بعتذر عما صدر مني. دي كانت اسمها كلاريتي. ما تغزلهاش.
خليها فخوره بيك دايما. حاطط ديدو ثانك يو ورا. اعملها احسن معامله في الدنيا. انا كنت عامل فيديو زي ده على فكره. ليه الرجاله بتضايق النسوان؟ هو اكيد شاف الفيديو دوت اصلا. بالظبط واخده ريفرنس كده اديها كل حقوقها، عملها باحترام، هي تستاهل ده. ما تعليش صوتك عليها على قدر المستطاع. شكل كده ربنا من عليه بواحده تفتح بيت. بس هو ده مش لسه في اول عشريناته؟ فوعليه بتبني بجد، بتفتح بيت ماينكرافت من الاول خالص. بيستفزوا الواحد بس تمام. حاول ان انت تتحكم في اعصابك. حاول بقدر الامكان ما تزنيش. عارف الفيديو ده؟ حاضر بقدر الامكان ما تضربش المرأة. البنت لما تشوف راجلها بيتعصب على الفاضي والمليان بتعرف ان الراجل ده ضعيف، بالتالي تفقد. فوتنا حته. هو قال لك البنت لما تشوف راجل متعصب بتحس انها قدام راجل ضعيف. ضعيف. حسين قال كده من شويه. حسين قال كده خلاص. فانا الناس في الكومنتات اللي مش يا حسين. انا بس مستغرب حته ان هو بيتكلم عن العصبيه دي. انا متاكد ان هو شخص عصبي فشخ حقيقه. هو باين هو بيكلمنا ده على ده الكونتنت بتاعه هو عصبي يعني. ايوه شاف واحده وهتشوف راجل تاني موزون حكيم، راجل كده عنده شخصية، يعرف ان هو يقود علاقة وعنده ثقة. هو تمام بيحكي تجربه شخصيه. هو حكى هو كان عباره عن ايه وراحت سابته وراحت فين. وبعد كده فهو دلوقتي ده وصل للشخص. فهو بيقول لك يعني حافظ على اللي معاك وما تعملش فيديوهات بتزعق فيها في الشارع. واهم حاجه اوعى تخونها واوعى تجرح قلبها. هيقول طوله في الاخر تفتكر. انا 190 سم باي ذا واي. 90 سم. بحب اشرب ماتش. يو بقى بنزين خلص مضطر اروح افوت. واحد بيقول له عملنا كده وتصب علينا في الاخر يا اخويا. بلس 1 هي امي طبعا. ايه ده محارم ده. ده بيحبها قوي. اتعصب على امه زمان. بص فتحه البق دي اصلا دي كارثه. هنخش تفتكر عليها. ايه اول حاجه نسمعها بعد الفريم ده؟ خد هنا او بيصرخ انت مثلا. شخة وما ايه ده؟ تسواش. والله انت شخة وما تسواش حاجه من غير ابوك. شفت فيديو عن كام يوم ده الصوت اللي انا بسمعه كل ما انام مثلا تاني رجلي كده. الصوت اللي سمعته بعد ما كاتو نزل الفيديو اللي احنا نايمين فيه سوا. واحد يقول له ابويا اعرفه عشان بيديني فلوس وبيضحك، والتاني يقول له ابويا ايه بس امي كل حاجه. دلوقتي الاب بقى دوره مهمش، دلوقتي الاب ما بقاش ليه لازمه. هو بيعمل بجد. ده ابوك يوم عيد الام. ايوه بالظبط. يسا بجد الاباء تيجي اليوم ده بيبقوا بيبقى فيهم غل كده. يسا طب ايه بقى فين ايديه بابا؟ فين بابا؟ دي هدايا ماما. فين بابا؟ ده ابوك في المحكمه لسه لما تختارهم مع بعد الطلاق. يا نهار اسود. هو اصلا كابشن الفيديو كاتب قيمه الاب يا بهايم. فيديو في منتهى الاستفزاز. وبص عصبني حقيقي. الاب هو كل حاجه، كل حاجه. ابوك بيعلمك يعني ايه دنيا. والله انا ما عايز ابالغ، بس انا قسما بالله كل ضربه انت ضربتها من ابويا عرفت قيمتها دلوقتي. يا نهار اسود. هو ايه اللي قاله؟ انا ما اعرفش. انا خفت. شكله بيتضرب. شكله هيتضرب دلوقتي. هو مروح عشان متاخر. بيضربه. هو سارق عربيه ابوه بيصور فيديوهات ويبعتها لابوه الاول. يلا بس يا بابا منزل ايه؟ عربيتي فين يا ابني؟ الكلب يخلص. الحمد لله طلع لي ذكر افهم في الدنيا يعني ايه مسؤوليه، يعني ايه قيمه القرش، يعني ايه شغل، يعني ايه مسؤوليات، يعني ايه عيله. اصلا كل ده ابويا اللي علمهوني. دلوقتي احنا جايين نقلل كل جلدة حزام بدرس. ده حقيقي. هنا بتتعلم الشغل كده، بتتعلم كول سنتر. يعني لا مؤاخذه انت لباسك ابوك اللي جاي. مؤاخذة انت لباسك مقطع. انا لباسي مقطع عشان ابويا كبيره. لا مؤاخذه انت شخ. بجد انا مش قصدي، بس حاجه حرقت دمي. الخلاصه ان اي راجل محترم بيعرف يطلع سريه نظيفه وبيفضل ظهرها وسندها لحد ما ماتوا. اعرف كويس ان ابوك هو اكتر شخص عايز مصلحتك وعايزك تبقى احسن منه من غير اي مقابل. البنت اللي بتغني دي اللي هو اللي هو بعدها خلاص طلبت اوبر وروحت. هو لسه مكمل. يا ريت تفوق للدنيا شويه ونعرف قيمه الاب واقفل على كده. يا نهار اسود. ده كلني قلم ابن وسخ. وبيضرب كمان يا باشا. بيقولوا ايه؟ ابويا اكتر حد اذاني. ابويا اكتر حد الحقيقه والله الباس ابويا اللي جايبه حقه يدوس على رقبتي وتحت رجلي عشان جاب له الباس. لو جاب له اطماء، لو جاب له بنطلون جينز بنت كام يقدر يشنقه عادي. هيبوس رجله يعني. الحاجات اللي بتعصبني اقسم بالله ان انا اشوف راجل ما بيتمرنش. يعني ايه يا ابني؟ انت مجنون؟ هو انت مجنون والله؟ يعني ايه اصلا انت تبقى ما بحبش اللي غلطك. راجل عندك لا مؤاخذه تيست وما تتمرنش؟ حاجه خطر. انا التست عندي عالي. انا التست عندي عالي من غير حاجه. واقعي. انت عبيط يالا. امال احنا سيبنا ايه للبنات؟
صعد الموضوع كده. هي قليل الادب. ابدا البنات بيغسلوا البق. هو سمع بنات يا اسطى تسايك قال بنات. اصل انا ما بحبش الجيم يا كوتش، اصل انا ما بعرفش انسى اتمرن يا عم اي حاجه، العب بوكس العب كوره يا عم اتمشى، يا عم اتمشى صحتك هي اللي هتقعد معاك اقسم بالله. ال 60 سنه اللي انت عبيط، انما اللي باللحمه كان ما يشوف ان ابوهم طول عمره رياضي وجامد وقوي وغبي هيبقوا زيه. وغبي هو قال غبي ولا غني؟ ولا قصد غبي بقى تمرين بقى غبي وهو على ما اعتقد هو حد غبي حمار دبابه بغل نسخه عبيط. نسوان والصحابه والرسل دول كانوا بيهاجروا مشي، بيقعدوا بالشهر ماشيين. الحسين قالها لك، الحسين شخصيا قال لك اكيد المعلومه. ساعه في اليوم ساعه. انزل اتمرن يا ابني وبطل عبث بالله عليك، هي ناقصه عبط بيتينو. فكر يا عم بالعقل. ايه راجل ما بيتمرنش؟ جديده دي ولا سمعناها. انت عارف ان الواد ده كان فود بلوجر بجد والله؟ الواد ده كانت حياته كلها تخش برجر يعني. واحد كاتب الراجل ده نعمه من ربنا اقسم بالله. سكه بقى ده في المطلق. الراجل ده التيست عنده عالي يا جدعان كان هيبقى جامد لو كان بيفوت بلوك بالشخصيه دي. يا اسطى جامد قوي. انا عمري ما شفت بيتزا بتشد كده. انا مش مصدق. تعالى يا احمد قرب. الراجل على الكاشير تعب نفسه كل يوم 8 ساعات يعمل لك اوردر بيتزا يا ابني. ازاي محمد حازم التست عنده مش عارف؟ يا جدعان حد يفوق منعش. في نادر بيقول له I don't like working out because it hurts. ده شاذ. ده سالم. ده سالم بنوتي. في ده مش فاهم حاجه بس بيعد بس هتلاقيه بيزعق بالجبرش. هو نص روسي برضه خد بالك. هو صح منطقي فعلا ان هو يبقى نص روسي. هو عصبي فشخ ومحمر. وهتلاقيه بيشرب خمره اكيد. بيعمل الحاجات دي. ازازه فودكا ويحضن دب وينط فوق الصحراء. لابس بنطلون ترنج. عارف بنطلون اديداس بتاع الروسيين؟ لا فين الاحترام؟ فين التدين؟ فين انك تبقى راجل وتعمل شغلك؟ انا فين بقالي النسوان؟ فين بابا؟ تعالوا والله العظيم ايه ده؟ بص الواد قاعد جنبي 6 شهور اهو بعلمك حاجات كلها ببلاش، بديك خبره وبعلمك عشان حتى وانت يا سلام. صغير تكبر شفت واحد زي تتعلم منه. يعني هو بقى خلاص المنطقي والطبيعي ان الشباب كلها دلوقتي بتحشش وده بقى عادي. ما عادي، ايه المشكله؟ مش فاهم. طب ما احشش واتمرن واجيب نسوان اوازن بقى واشتغل. احترم ابويا. خليه يضربني او احشش مع ابويا مش عارف. هو بقى دلوقتي المنطقي ان مش عارف ده يعرف دي عشان ينام معاه وده تعرف ده هتروح تنط. هو ده بقى يعني ده ايه الزنا ده؟ ده احسن سؤال اتقال في الدنيا. ده سؤال الحلقه. ايه الزنا ده اصلا؟ يعني حد يشرح لي. انا بجد ما قربتش النسوان قبل كده. حد مش يقول لي فاهمه فهموني. بتكلم بجد اقسم بالله. هو انا اللي غلط ولا انتوا اللي صح ولا هو في يعني؟ انا بشوف كميه عيال في الحفلات. يلا اللي بيلبس ايربودز في الحفلات. ايه بقى؟ ايه وما فاهم لما يجي واحد زي يعمل محتوى يقول لك احترم امك احترم ابوك واحد زي اشتغل فشخ احترم امك احترم ابوك. كداب الواد ده ما جابش سيره الام خالص. شتمها بس. جاب سيره الاب. مش عارف يهتم بصحتك. ده راجل راجعي، ده راجل اوكلوز مايندد، ده راجل مش عارف ايه. انا متضايق قوي ان هو شايف نفسه صح. يعني انا متضايق قوي اللي هو مقتنع باللي هو بيعمله. يعني انا متضايق ان هو بالعكس دي حاجه بسطاني مش عارف. لا انا متضايق ان هو حاسس ان هو فعلا بيلهم حد. فاهم؟ حاسه بيلهمني بالنسبه اللي انا اقوم بيلهمني اعمل حاجه عامه. اعند معاه. عايز اعند معاه في حاجه. بالزبط. انا لو بتمرن الجيم مش رايح. بالظبط. ايه بقى هتعمل لي ايه؟ تضربني؟ تعال. او لا ما تجيش انا اسف. بس انا كنت بلعب بوكس ولا انت معايا يعني. اعمل اللي انت عايزه. ماشي يا اسطى. ودي. ايه بقى؟ ده راجل مش عارف ايه. هم انا اعمل لكم ايه يعني؟ والله العظيم بقى ايه اعمل ايه يعني؟ ده الطبيعي اللي انا بعمله. شركه التيك توك بنت طبيعي فين؟ هو بيقعد مع ناس بيعملوا كده برضه. يعني في اكتر من شخص زيه. انا عايز اعرف القعده اللي بيروح مثلا زي القعده اللي النهارده دي اللي بنقعد مع 4 كده بيقولوا بقى الكلام ده. هل هم ال4 متعصبين فشخ على الترابيزه بيكسروا متضايقين قوي حدفوا كراسي. لا الغلط اللي انت بتعمله ده غلط يا حبيبي. افهم خليك واعي. اقفل. بيعمل زي عادل شكل لما كان بيعمل بلوك للناس بيعمل بيعمل زي عارف حميده الفود بلوجر اللي هو اقفل بقى مصطفى. هو برضه فود بلوجر يعني هو جاي من حته. فاحنا فاهمين. هو لازم يخش في الموضوع شويه. لازم تحسه بيشد حاجه اللي فيه حاجه جوسي في الموضوع. هو كاتب مش فاهم حاجه. هو ده استنتاجي من الفيديو يعني. ما فين الرجاله. هو بيدور على حاجات كتير فشخ من اول الفيديو. هو اتسال نفسي يلاقي ذاته. وانا الوحيد اللي حاسس ان صنف الرجاله اللي بقى موجود اليومين دول مش قد كده. يعني في رجاله حلوه. رجاله زمان تهد حيطه. عايز راجل حلو كده يا اسطى
يعني انت مش زيي، دماغي مش زي دماغك، تفكيري مش نفس تفكيرك، جسمي مش زي جسمك، هدفي مش بس هو فعلا بيتكلم صح، معرفش، انا مش حاسس ان انا شبهه. ولا انا ولا حد عامه يعني. طب هو عايز ايه؟ هو بيدور على حد شبهه تقريبا. بعض، احنا بعاد قوي عن بعض. انت لسه عايش في كومة النسوان ودي جامده، وانا انت لسه عايش في كوم القمح، انت لسه وانا عايش خلاص في كوم داخل. الزنا اللي انت قاعد فيه ده. هو ايه الزنا ده؟ هو ايه الزنا؟ هو يعني ايه؟ يعني ايه الزنا؟ ودي جامده وانا عايز اشقط دي، والشباب سهرانه فين اروح اسكر وحشش معاهم، وانا يا اسطى بشتغل على حاجه تانية خالص. انا بشتغل على كاريري، بشتغل على فلوسي، بتشتغل على كريم؟ ايوه، طب منطقي فشخ ان هو بيشتغل على هو كريم. دلوقتي هو شغال على كريم دلوقتي. راح ياخد حد في حدائق اكتوبر، فماشي طريق طويل فشخ مظلم، عايز هو بيقول اقفل وبعد كده الاخد وصل يطلع اصوات فين يا دي. فندم؟ كاش ولا فيزا؟ فيزا اقفل اقفل، الغي الرحله. بشتغل على مسؤوليه بيتي من بعدي، بشتغل ان انا اكون اسره لمستقبلي. انت بتعمل ايه؟ بشقط وبشرب حشيش وبضرب ابويا ومش بروح الجيم، وباكل وبتخن فشخ، حاجه في منتهى الوساخه. وفود بلوجر. مش فاهم ان هو احسن مني فعلا. يا اسطى بقى من الفود بلوجر. انت ما ينفعش ان انا وانت نتحط في نفس الجمله. انا هو نرجسي قوي بجد. تيجوا نعمل له فود كيك من الرجوله، يعني تيجوا نطلعه كلنا بقى من الرجاله، نعمل مثلا عايزين 200 راجل يصوت دلوقتي ان الراجل ده نطلع الراجل ده من الرجوله. بس مش عارف نحطه فين، يعني نحطه في الفحوله، نحطه في حاجه اعلى بكتير من الرجاله. انا حاسه اصلا مش هيوافق، يعني حاسه هيعند معانا ويسوق عربيته مثلا يخش فينا. ان انا وانت نتحط في نفس الجمله. انا غيرك، فانت شايف نفسك فين بقى؟ شفت انت دي؟ انت عيل هلهوله، دي معنى كلمه دي هلهوله. في لغه الجسد هلهوله فعلا. ايوه، من 10 سنين هتبقى فين؟ ده السؤال والله. هو ليه الشباب بقت لا مؤاخذه عايز تتنقل اتلفظ والله، بس ايه ده؟ مش عايز اتلفظ والله، بس مش عارف بس ايه الزنا ده؟ بس يعني ايه الزنا؟ للاسف الرجاله ماتت في الحرب. ده اسمه حسام كتب له حاجه زي دي. انت بتعمل ايه دلوقتي؟ ما تقولش. ماسك الموبايل بتتصفح التيك توك وسايب الجيم ولا بتذاكر ولا بتعمل اي حاجه. قوم يا معار دلوقتي سيب التيك توك. ده فيلم، ده جايب الغلط. انا يعني ايه الكلام يا اسطى ده؟ ايه مش قلنا مش هنجيب يعني هو كان في، يعني جه في النص جنب. كنت عايز احط فيديو مثلا هو لطفي، ده بس الالجوريزم بالغصب يعني. يعني جاب ناس بتزعق، جاب ناس بتزعق بتمرن. حد بيشتم عادي يا اسطى، عادي. الفيديو اللي بعده، الفيديو في اللي بعده. المونتاج. حاضر. هو مبدئيا انا خايف، هو تقريبا باظ. كاتب ويك اب بيبول، يعني استبحوا يا جدعان. شايفين ده جوب حشيش. يجوب حشيش. لقيته في الشارع، مجموعه شباب واقفين على جنب. بص يا ابني، كداب والله كذاب، والله كذاب، والله هو مخلص نصه. واحد شافه من بعيد قال له يا حسين، قام قال له حبيبي يا بطل، فاهم؟ انا عارف فيديو محمد هنيدي. ايوه مش عارف كان زعلني منك، زعلني بقى. فقال لك انا هصور بيه فيديو كاني لقيته في الشارع بقى. في وايه الشارع وخلاص. انت قدامك حلين او طريقين في الدنيا دي، يا اما انك تمشي عدل وتعمل الطبيعي، والطبيعي الطبيعي ده اللي هو النبته، اللي هو اللي انت بتزرعه عندك في البيت. انما بقى التاني بقى تشوف بقى الكيمياء بقى، مرشوش روح بقى ارمي نفسك، روح بقى المرشوش بنج وزباله. هو انك تقرب من ربنا، تصلي وتشتغل بما يرضي الله وتبقى راجل وتتمرن، يا اما تمشي في السكه الوسخه الثانيه، المخدرات والخمره والحشيش هو ايه الكلاكس اللي متفق معاه؟ خضرات قاعد بيعمل له سنسور، بيحط تشيك بوينت. البطه بتاعت بعض. عايز تبقى ايه؟ لو انت عايز طريق النجاح اختار السكه الاولى، لو عايز طريق الفشل والضياع عندك السكه الثانيه. انت بتختار الحاجه اللي بتناسب حياتك، بناء عليها انت بتعرف ترسم لنفسك مستقبلك. لو هتمشي في سكه الحرام تعيش في حرام، لو هتمشي في سكه الحلال تلاقي نفسك مرتاح. بس هو هادي على فكره، هادي بالزياده. ايوه، في الفيديو ده يعني هو في كل فيديوهات ثانيه كان بيزعق. سبحان الله. هو الفيديو ده هادي ومش ده كان كل الفيديوهات اللي فاتت دي كان في الطريق للديلر. كان رايح الديلر متعصب عليه فشخ. الديلر ما بيردش. واحد كاتب كومنت بيقول لك الديلر حاطط لايك. ده مش عارف، انا خايف. دي صمنيل عامه. طب تعالى نشوف ايه اللي جوه. اكتئاب خف علينا شويه، لان مفيش حاجه اقسم بالله ويعترضني من يعترضني، مفيش حاجه اسمها حاله اكتئاب. الاكتئاب مرض موجود اما انت بتختار الحاله اللي انت عايز تخشها. انت مختار حاله الاكتئاب دي بتاعتك انت. الاكتئاب امال الفلسطيني يعمل ايه؟ ما اعرفش، يمكن الفلسطيني ما عندوش اكتئاب، انا عندي عادي. اللي شاف عيلته كلها بتموت قدام عينيه، اما انت ايه؟ واحد صاحبك اتخانقت معاه ولا صاحبتك سابتك، انت كده مكتئب. مشكله في البني ادمين دول اللي انت تيجي تتكلم معاهم، مالك يا ابني؟ طب تعالى لا مش عايز.
متضايق، سايب نفسه سنه متضايق. فكر فيها، انت لو بقالك السنه دي اللي انت مكتئب طيب دول الدكاتره النفسيين مثلا بتاع 100 سنه، الدكتور النفسي بتاعك لو الفيزا بتاعتك اتعمل الفيزا لها بتاعتك هتعمل لها رفض. رفضت. مفيش حاجه اسمها اكتئاب اصلا. لا من 100 سنه كانوا الدكاتره النفسيين بيمسكوا شاكوش واجنه وبيخبطوا في دماغ المريض بجد؟ اقسم بالله، وبيدخلوها هنا كده وبيخبطوا وبعد كده يقعدوا يلعبوا كده عشان كده انكزايتي. بالظبط كده اكتئاب. ده دكتور محمود صلاح لو ما كانش دارس ما ورا ايه. ده دكتور محمود صلاح هو بيلعب في الجدار جريدي. درس قدام ايه؟ هيطلع يقول هو في مرض اسمه اكتئاب. انا عايز حد من العلماء يفهمني. انا بقول بس لو بقالك السنه دي بتروح الجيم بانتظام، مش كان زمان جسمك في حته تانية؟ لو كان عندك مشروع في حته ثانيه فود بلوجر فشخ. يعني الصوص واخد السندوتش في حته تانية بس ماشي يعني. الجيم واخد الجسم في حته ثانيه. وقعدت تطيز عليه وقعدت درسته وقعدت ذاكرت واجتهدت فيه، مش كان زمانك يا عم وصل لحته حلوه دلوقتي وانت هتبقى مكتئب؟ رد على السؤال. خلينا متفقين ان الاكتئاب كمرض موجود، انما كحاله انت اللي بتختارها. يعني ايه طيب؟ ما هو يعني ايه طيب؟ يعني ايه هو كمرض موجود بس كحاله انت اللي بتختارها؟ يعني هو موجود ولا مش موجود؟ انا مش فاهم. طيب دلوقتي هو الزنا الراجل ده الراجل ده لسه ما يعرفش عنده اكتئاب ولا ده لا. كونفيوز. هو كل ده بيحاول يكبت الاكتئاب اللي عنده. الشغل وعمل اللي عليك بضمير قدام ربنا هي دي الحاجه الوحيده اللي تخرجك من كل مشاكلك. واتحدى اي حد اعمل الشغل اللي عليك وما تسيبش نفسك ضحيه لمشاعرك. بجد الواد ده غبي. الواد ده غبي والله بجد، انا مش بهزر. يا اسطى انا اللي هتضرب في الاخر والله. يا اسطى لا ما تقلقش يا اسطى والله. هو بس هو مش فاهم وبيقول لي، وبعدين كاتب جيم بورن ده بالغلط. هو السيرش فوق السيرش فوق كتبه في الهاشتاج. انت بجد يا حسين عيل غبي بجد، انت مش فاهم انت بتقول ايه. ما تقعدش تخلفط بالكلام وخلاص، عشان انت في ناس كتير عندهم اكتئاب، والاكتئاب ده حتى لو بيشتغلوا بيتمرنوا بالظبط وبيخلي الناس تنتحر. فانت عيل غبي بجد. انت لو شفتك بلاش اشوف الشارع شكله بيتمرن. لو شفتك في انستجرام عامل نوت انترست هعمل لك انفولو، عامل سكرول، هعمل لك ريبورت، هعمل لك جيم بورن. بس ده قسما بالله في يوم من الايام ما تسمحش لحد ابدا يجي عليك. ما تسمعش لحد ابدا يهيج عليك. عامه بقى يعني. هيتشخ في مدرستي لغايه ما اتمرنت ملاكمه 4 سنين، والناس ابتدت تشوفنا بحضر الطلاب. اقسم بايمان الله ما حد كان عارف يجي جنبي. الناس ما بتعملش احترام عشان انت قاعد بتتمرن كل ده جوه، ما حد كله مستنيك بره. هم متضايقين، ما حدش طايقه، ما حدش عايز يجي جنبه عشان كده يعني. هم ما عندوش صحاب. لا اصلا انت اتمرنت بجد ملاكمه عشان احنا بنفشخك في المدرسه. انت يا اسطى والله العظيم ايه يا اسطى بس مش كده يعني. سيبنا نضربك عايز ناخد منك سندوتشاتك. ولا تقدير لغير للشخص القوي العافي. فما تكونش تافه وساذج وطيب وتقبل كل حاجه. لا، في اوقات انت لازم تقول فيها لا. المحترم تشيله فوق دماغك، اللي مش محترم طلع ميتين امه. هي الدنيا كده، حتى لو هتتضرب طلع ميتين امه. انا بقول لك الحقيقه، اقسم بالله العظيم انا عايز مصلحتك وقلبي عليك. ما تكونش الشخص اللي بيقبل كل حاجه وما عندوش مشاكل وعادي ان هو يتعذب. في اوقات انت محتاج تسترجل. اتمرن اي رياضه قتاليه، اتمرن جيم، اتمرن اي حاجه تخليك ناشف. هي دي الحياه. بس انا حاسس ان هم كلهم نفس الفيديو بس تغيير كلام. يعني هي هو فورمات نفس واحده. الستراكشر. بالظبط، هي فورمات واحده. لانه هو بيحاول يغير في الكلام بقى شويه عن فيديو عن الام، فيديو عن ما عملش فيديو عن الام. لا كده لا، الام دي يا ابني ده الأم بنات. عورة. الام يعتبر نسوان. عبره محسوبه في النسوان، ممنوع. انت وابوك تقعدوا تضربوا في بعض لحد ما توصلوا لحل، لغاية تعالجوا بعض من الاكتئاب. ايه اللي هيحصل بقى؟ تعملوا ايه؟ عايز واحد غبي وعافي وخوي. ما تكونش الشخص الطيب عشان الناس ما بترحمش. انا بقول لك الخلاصه. وشوف يا ابني، اختار انت عايز تبقى ده ولا عايز تبقى ده. هو فعلا اختار ان هو يكون غبي. بس هو بصراحه في الفيديو ده كلامه صح. مش عارف. لا حاسس ان هو انت فعلا الناس فعلا وحشه. الناس دي حاجه زباله اصلا. الناس دي زباله اصلا. هو اونلاين كوتش يعني هو بيعمل ده بفلوس؟ هل هو عنده كورسات بفلوس؟ بيزعق لناس. في ناس تخيل قاعد في مركز ثقافي الروسي قاعد عشان هو نص روسي برضه، فهو قاعد في مركز ثقافي الروسي صح. 20 بيشخط فيهم فشخ، بيزعق لهم بس بيضربهم. هو فعلا اونلاين كوتش فوق ال 400 كلاينتس وورلد وايد. حاسه رقم قليل. 400 في العالم. العالم فيه 8 مليار. 8 مليار مش فاهم يعني. انت لو كنت 400 في مصر يبقى جامد. ايوه بس 400 في الشرقيه في تحفه. مدينه نصر بس. ايوه حلوه. خدت عادي كده. ده اللي شاف كاتب يدوس لايك. مين هيكون شافوش كفيف فتح الفيديو؟ هو كاتب الله اكبر فجر الاكونت. بص بيضرب لوك غلط بجد؟ والله. انا عامه فخور ان انت عندك المعلومه. اوريك بيتضرب ازاي. وريني يا اسطى. طب بس ما تعلمني حركه. النهارده يا جماعه معانا مصطفى ساند باج النهارده وفود بلوجر سابقا. ايه اللي خليته عشان بيتسند باك دلوقتي. عشان يا اسطى مفيش فود بلوجر غيره. تعرف تعمل صوت التزييق بتاعت السلاسل بتاعت الساند باك. لا خلاص بس هنشيلها في
بص انت ايمن ولا اشول ايوه ولا بايجر؟ حبيبي يا عمدوي. يلا اصلا بص رجلك الشمال قدام. ايوه رجلي اليمين ولا الشمال؟ الشمال الشمال قدام. رجلي الشمال كده. رجلك الشمال بص وانت تاني رجلك شويه وايدك اليمين دي دايما حاميه وشك. ايوه بالظبط عشان الهوكات، عشان لما انا اجي فاهم تبقى دي الهوك ده اللي بيبقى في اول الفيديو. حبيبي اقسم تعالى بالله. بس. تعالى بس. انت ساند باك اصلا ما ينفعش تعمل في ساند باك بيتخلع من السقف فاصل البيض. روح عامل انت عامل زي الكرباج، رجلك اليمين بتجيب باور من تحت بتلف. تمام. بص فاهم كانها كرباج. كده؟ ايوه ده ايوه بالظبط تمام. بس مش شويه باور بقى. بص بقى انا هضرب ضربه وانت تضرب ضربه اللي هيودي ماشي مصطفى ابعد يبقى هو كسبان. يلا خاف بقى على نفسك. ايدك الشمال فوق، لا فوق واتني ايوه عند وش. ايوه ودي كمان فوق. ودي كده ايوه بالظبط. واحده ماشي ودي تقع فشخ. ماشي. هو تفتكر بقى ان احنا على شكرا يا استاذ توفيق على الفقره الجميله دي. اكيد كل الناس طبعا اتعلمت واستفادت. اكيد كل الناس استفادت. انا بقى اونلاين كوتشنج برضو في شخص واحد وورلد وايد هو لسه علمه دلوقتي. حبيبي والله اقسم بالله انا لسه مخلص درس ابن حرام. ايه رايك بجد؟ ان شاء الله بكره اكمل. خلاص ماشي هتعود على كده. ماشي. انت ايه رايك بقى في موضوع النهارده؟ والله انا شايف ان الحسين يعني شخص هو بص يعني هو نيته كويسه بس هو الاكسكيوشن بتاعها خرا. هو بس هو مش فاهم هو بيعمل ايه. بس هو يعني لو بيروح الجيم او لو بيتمرن يعني ربنا يرزقه. بس ايه يا ريت يبطل تنظير على الناس بس انا مش اكتر يعني يا ريت كل واحد يخليه في حاله عشان ما حدش فاهم هو ايه. ومحدش برضه بيشوف بإيه. حياه التاني قوي. ايوه بالظبط انت ما تعرفش يعني ممكن يعني اصل دي حاجه بيني وبين ربنا. هو يعني هو حتى بذات نفسه هو عارف ربنا يبان عليه شخص. ايوه بالظبط يعني ربنا يوفقك في حياتك يا حسين. بس بعد اذنك بس ابعد عن يعني ما تقولش رايك يعني ما تقولش ده في الاونلاين كوتشنج بالظبط يعني عشان ماليش الاشتراك. ده حقيقي. ولو تعرف اشترك منين وابعت لي اللينك. انا اصلا الحركات اللي معلمها لك دي اصلا منه صح؟ الكورس بتاعه والله انا قلت كده. اقفل بقى الفيديو القرف ده نسوان. هي الناس دي ليه قاعده لحد دلوقتي ما نسيتش لايك وسبسكرايب؟ اعمل كومنت يا اخي. سيب ابوك دلوقتي وتعالى اعمل لايك يا اخي اكتب كومنت على الفيديو. لو في نسوان يخشوا يكلموني. بس لازم تقريبا نعمل فيها سايقين. انت بتسوق كده؟ ايه انا عمري ما سويت في حياتي. سوق كده. كده انا نانشالون. انت نانشالون. ايه القرف ده؟ عدي يا ابني عدي. بيب 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 بيب. دي حاجه انا بعرف اعملها في السواقه عامه. ايوه بس اعدل المرايه. ممكن تعدل المرايه. بس ده كان فيديو النهارده. بس كده. اتبسطت عامه والله اتبسطت. وانا كمان والله اتبسطت. اتمنى تكونوا اتبسطتوا وتنسوش بقى الحاجات دي. يلا خدوا بالكم من نفسكم. مع السلامه. بنحبكم. باي باي. سلام. باي باي. باي باي. باي باي.